السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا. اليوم جاكم قصة عجيبة غريبة، من القصص الممتعة واللي تشد الانتباه وفيها فائدة كذلك. طبعا هذه قصة من روايات أبو فهد الشمري الله يرحمه ويجعل مثواها الجنة. صاحب القصة ساكن في دولة من الدول العربية. يقول هذا الشخص: أنا كنت أرى رؤيا أن فيه قرية من القرى اللي حولنا فيها مكان مدفون فيه شنطتين مليانة دولارات، شنطة كبيرة وشنطة صغيرة. يقول هذه القرية يعني أمرها مرور الكرام، ما عمري سكنت فيها ولا تمشيت فيها ولا جلست فيها أبد، أمرها مرور الكرام. يقول هذه الرؤيا تكررت علي 6 مرات، المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. يقول يوم شفتها المرة السادسة قلت لازم أروح للمكان هذا وأشوفه، يمكن أنه رزقنا الله مرسلني له. يقول رحت، ويوم جيت في نفس المكان وليا جنب المكان بيت. يقول فخفت أني أحفر ويشوفوني أهل البيت، وبعدها ما راح أسلم، وإذا أصدقت الرؤيا وطلع فعلا في شنطتين بياخذونها وأنا ما راح أسلم منهم. يقول ترددت وخفت ورجعت وعلمت أخوي، قال أخوي أنا اللي أروح أحفر، وإذا صار شيء أنا المسؤول عنه ما عليك. يقول راح أخوي وحفر، يوم حفر ولا محصل له قطعة قماش من حرير معقودة وفيها شيء، أخذها وجانبها وأنا أفتحها. يوم فتحتها ولي فيها 2 حبال. 2 الحبال هذه كلها عقد، يعني فيها عقد غريبة ومنسق فيها شيء وفيها زي الشعر وفيها. يقول عرفت انها سحر، وانا افك العقد كلها وانا اتلفها. بعدها اختفت الرؤيا، ما عاد شفتها مرة ثانية. يقول بعد سنة وتفتح وحدة من الشركات المعروفة للمواد الغذائية تفتح عندنا فرع لا التوزيع. يقول وانا اتوظف عندهم حمال، ابدا حمل الاغراض للزباين. يقول بعد شهر يقول المدير اللي هو مدير الفرع يقول اعجب فيني وارتاح لي وصار يقدرني ويحترمني ويعزني. يقول سبحان الله العظيم، على الرغم من اني ما جلست معه واجد ولا اخذت ولا اعطيت معه واجد ابدا، يعني اقابله مقابلات عاديه وانا طالع وانا رايح وانا اشيل الاغراض. قال لي اسمع، انا ما عاد ابغاك تشتغل شغل الحمالين، ابغاك تشتغل معي هنا ابد. الاشياء اللي تنقص على البيت تاخذها توديها وترجع بس. يقول صرت اشتغل عنده. يقول ارتحت من التعب ومن العناء. يقول بعد 6 شهور وانا معه قال ترى مدير الشركة، المدير العام حق الشركة يبا يزورنا خلال الأسبوع هذا. يقولوا فعلا جانا. يقول يوم جاء ومدير الفرع يقعد يثني علي ويمدحني عنده. يقول سبحان الله العظيم، فارتاح لي مدير الشركة. يقول سبحان الله العظيم، يقول شيء من الله. يقول ارتاح لي وانبسط لي. قال وش رايك ابغاك تروح معي تشتغل عندي في الشركة. قلت ابد تم. يقول انا ما عندي شيء اخسره، يعني متزوج ولا عندي احد. يقول اخذني معه وصرت اشتغل عنده في نفس الشركة. يقول بعد اخذت 6 شهور يقول جلست اسولف وياه. يقول وهو يسألني قال انت ليش الحين ما تزوجت؟ قلت والله أنا كانت ظروفي المادية صعبة جدا، والحين الحمد لله زانت أموري وأتزوج إن شاء الله، لكن أنا بسألك، أنت سألتني وأنا جاوبتك وعلمتك بظروفي اللي منعتني من الزواج. أنت ما شاء الله عليك تبارك الله، الله معطيك ومدير شركة ولا ناقصنا عليك شيء. أنا من يوم جيتك يعني ما أشوف عندك حرمة،
يعني ما أشوف معك إلا الولد هذا، ما أدري أنت مطلق أمه أو أمه متوفية، ليش ما تتزوج؟ قال لي أنا بعلمك، أنا قصتي قصة. أنا توفت زوجتي الأولى اللي هي أم الولد هذا، وتزوجت الثانية، ومن يوم أخذت الثانية وأنا ماني بخير. شفت منها البهاديل، شفت منها العقايب. يقول ولدها والأمر أني مطيع لها في كل شيء، تقول يمين يمين، يسار يسار، أسوي، لا تسوي ما أسوي. يقول أبد صرت لها مثل خادم. يقول شيء فوق طاقتي. يقول ما أدري بس بلا صابني، ما أدري كيف صابني وش اللي صار. يقول سبحان الله العظيم، وقبل سنتين، ركزوا في السنتين، هنا تبدأ زبدة القصة. يقول قبل سنتين، يقول انجلى عني هذا البلاء مثل ما ينجلي الليل من النهار، وشفاني الله منه، ورجع لي عقلي، ورجعت لي قوتي وقدرتي. يقول وصرت أشوف تصرفات زوجتي كلها غلط. يقول أنا كنت أشوف لكن ملبوس علي، لكن يقول الآن صرت أشوف تصرفاتها أوضح من الشمس كلها غلط. يقول فطلقتها. يقول عرفت أني مسحور أو محطوط لي شيء. يقول حتى جماعتهم يسلفون علي بالأشياء اللي كنت أسويها، يقول شيء ما يسويه إلا مجنون أو مسحور بس. يقول الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى شفاني وعافاني، ومن بعدها للآن ما أخذت أحد. هذه قصتي كلها. يقول قلت له طيب بعد إذنك بسألك. قال تفضل. قلت القرية الفلانية وش اللي ربطك فيها؟ قال القرية أهل زوجتي فيها. قلت سبحان الله. طيب بسألك سؤال ثاني. قال تفضل. قلت البيت اللي في القرية في المكان الفلاني شكله كذا ولونه كذا، وش اللي يربط بينك وبينه؟ قال البيت هذاك بيت أبو زوجتي لأنه طلقتها، أنا آخذه لأبو زوجتي. قلت سبحان الله العظيم. قال ليه تسأل وليه تقول سبحان الله العظيم؟ يعني كأنك متعجب من شيء. يقول وانا أعلم بالسالفة كلها. قلت أنا كنت أرى رؤيا في مكان معين في القرية، ورحت وحصلت حبلين وفيها سحر وأتلفتها، وقبل سنتين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يقول سلم علي وقدرني أكثر وأكثر، وقال الحمد لله الذي أشفاني على يدك. سبحان الله العظيم. يقول قبل يتوفى سجل نص أملاكه باسمي والنص الثاني باسم ولده، وقال خلوكم مع بعضكم وتكاتفوا واشتغلوا سوا. سبحان الله العظيم. أمانة هذه القصة من القصص اللي شدت انتباهي وتشد انتباه كل من يسمعها. شوفوا، الله إذا أراد أن يرزق فقير هيأ له الأسباب من حيث لا يحتسب، مثل ما هي أسباب الرزق لهذا الشخص من وين بدأ ووين انتهى. وإذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يشفي مريض هيأ له الأسباب من حيث لا يحتسب، وسخر له خلقه، مثل ما سخر هذا الحمال ويجعله السبب في شفاء رئيس الشركة. سبحان الله العظيم. الله قادر على كل شيء، فعلى كل محتاج أو مريض أنه يتوكل على الله حق الاتكال ويدعي الله سبحانه وتعالى، وراح الله سبحانه وتعالى يرزق ويشفيه من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن كان، حتى لو أنك يعني
تشوف ان الرزق صعب انه يصلك، صعب عندك انت وعند البشر، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا. واذا المريض يرى ان الشفاء صعب وقالوا الاطباء الصعب، صعب عند الاطباء، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني الفقير وأن يشفي المريض وأن ييسر أمورنا جميعا.